الهرم المصري نيوز. مرة أخرى بنعود إليكم، ودايما بنعود إليكم بكل جديد مع جريدة الهرم المصري نيوز، ومع تحيات السيد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حمدي الجيار، والسيدة نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة نورة، والسيد نائب رئيس مجلس الإدارة للجريدة الإلكترونية الأستاذ مجدي الكومي، وجميع الأخوة والأخوات في الجريدة كلهم بيبعثوا لكم بتحياتهم. ودايما احنا بنكون معاكم في اللحظات المهمة واللحظات اللي هي بتحتاج ان احنا نكون مع الدولة قلبا وقالبا فيها. النهاردة حلقتنا هنتكلم فيها عن البيت الكبير. البيت الكبير اللي هو بلدنا، اللي هو مصر. كلنا طبعا عارفين، او قبل ما نقول اللي احنا عارفينه هنقول اللي عندنا. كلنا عندنا مشاكل في بيوتنا، مع نفسنا، مع جيراننا، مع اصدقائنا. عندنا مشاكل، لكن كلها مشاكل ثانوية، حلها بسيط وحلها في كلمتين. ممكن يكون مشكلة بين واحد والتاني، ويدخل واحد يحل المشكلة عادي جدا. ما بتحتاجش مجهود، ما بتحتاجش وقت. أما المشكلة اللي هي بتحتاج وقت وبتحتاج مجهود، واللي المفروض إن كلنا نتكاتف فيها كناس سلكنا طريق الإعلام وطريق الصحافة. معظمنا ممكن على فكرة معظمنا مش خريج صحافة وإعلام، بس اجتهد في الموقع بتاعه، أو حب الصحافة أو الإعلام واجتهد فيها ونبغ فيها. مش عايز أخرج عن سياق موضوعنا هو البيت الكبير. مصر يا جماعة اليومين دول بتتعرض لإساءات وتحديات لازم كلنا نواجهها كناس في السلك الإعلامي. لازم كلنا نقف مع بلدنا، لازم كلنا نواجه الآلة الإعلامية المشوهة لبلدنا. لازم كلنا نكون إيد واحدة، لازم نكون الإعلام المضاد للإعلام اللي بيشوه بلدنا. دي رسالتي النهاردة ليكم من تلفزيون الهرم المصري نيوز. لازم كلنا نقف إيد واحدة، لازم كلنا نتكاتف، لازم كلنا نقول لأ، اللي بيحصل ده مش هنقبله. لازم كلنا نقول إنجازات دولتنا. إذا كانوا هم بيحاولوا يشوهوا في دولتنا، لا إحنا نقول إنجازات دولتنا، عشان لما هنقول إنجازات دولتنا كل العالم هيعرف إن مصر فيها رجالة كلهم إيد واحدة، شايفين اللي بيتم على أرض الواقع، شايفين اللي بيحصل على أرض الواقع، شايفين الإنجازات بتاعت الدولة، بتاعت الرئاسة، بتاعت الحكومة، بتاعت الجيش، بتاعت الشرطة. يا جماعة إحنا في آلة إعلامية محرضة على الدولة وعلى الرئاسة وعلى الجيش وعلى الشرطة زي ما شفنا كلنا. ولازم برضو نوضح للناس ليه الآلة الإعلامية دي بتحاول إن هي تشوه دولتنا. ليه الآلة الإعلامية؟ طبعا أنا مش عارف في إيه أنا آسف جدا، في تدخلات طبعا، في زي ما قلنا كده اللجان اللي هي بتخش بتلاقي اي حد بيتكلم كويس عن مصر بتحاول ان هي تخش تبوظ الكلام اللي هو بيقوله. ما علينا، برضه هنستمر ومكملين. هنتكلم عن حاجات كتير قوي النهارده، وهحاول ان انا اختصر بقدر الممكن عشان ما اطولش على الساده المشاهدين والمتابعين. ايه السبب في الهجوم اللي حاصل حاليا على مصر؟ ايه السبب؟ ايه اللي خلى امريكا او اللي خلى
القنوات المعاديه لينا تبدا تاني ان هي ترجع تحاول ان هي تبث سمومها في اذان الشعب المصري. اولا مصر الحمد لله من بدايه ازمه السيول الحمد لله كل شعب مصر تكاتف، وقفنا كلنا ايد واحده، قياده وكوادر كله وقف ايد واحده مع بعضه. عدينا مرحله ازمه السيول الحمد لله، ومصر تخطتها وعلى خير والحمد لله. بعد كده فوجئنا بموضوع فيروس كوفيد 19. مصر الحمد لله وبشهاده العالم اجمع وقفت قدام الموضوع ده وتحدينا الصعاب. ويمكن مصر كانت الدولة الوحيدة اللي كان المرض ده منتشر فيها بقلة قليلة جدا. ده مش هقول عشان ان احنا عندنا وعي، لا احنا ما عندناش وعي، معلش احنا كشعب احنا ما عندناش وعي، لا ده لان الحكومة والرئاسة وفروا الأداة اللي بتقضي على الفيروس. زائد ان بأمر الله في المناطق الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا نواب مجلس النواب قدروا ان هم يوفروا بمجهودات ذاتية، كمان بمجهودات ذاتية قدروا ان هم يوفروا علاج، يوفروا انابيب اكسجين، يوفروا حاجات كتير قوي. بمعنى اصح انا مش عايز اختصر برضو ان كل شعب مصر تكاتف في المحنة دي، كله بقى ينزل الشوارع، يطهر الشوارع، يطهر البيوت اللي هي فيها المرضى. مش المهم تخطينا باختصار، تخطينا الموجة بتاعت كوفيد 19 وما تلاها من تبعيات ليها. وقفنا كلنا ايد واحدة. كل ده كان الغرب، او بمعنى صح مش هقول الغرب بالكامل، لا هقول امريكا وبريطانيا واسرائيل، الثلاث دول دول اللي هم اساس اللعنة في العالم كله. دايما انا كده بكتب عليهم اساس الارهاب في العالم كله، الثلاث دول دول. زائد طبعا الناس اللي معاهم من الدول الثانيه اللي هم مثلا هنقول تركيا، هنقول قطر، هنقول الدول اللي هي الداعمه للارهاب. كانوا مستنيين ان مصر تقع، لكن مصر ما وقعتش الحمد لله. مصر قامت وقفت على رجليها من ايام الله لا يعودها، من ايام الاخوان، ومصر بتجاهد بفضل قيادتها وفضل حكوماتها المتواليه. بيجاهدوا لصالح الشعب ولصالح البلد، عشان مصر رائده، وما ينفعش ان مصر تنكسر، وما ينفعش ان حد يكسر مصر. عدت المراحل دي وجينا لمرحله حرب روسيا واوكرانيا. في مرحله حرب روسيا واوكرانيا كان مصر عليها ان هي تختار، اما تقف مع الجانب الصح او تقف مع الجانب اللي هو بيدمر العالم وعايز يدمر العالم لصالح مصالحه الشخصيه. مصر وقفت على الحياد في البدايه. مصر كانت في قراراتها في مجلس الامن مع الحق. لازم نطلع نعمل بث مباشر زي اللي انا بعمله ده على جرايدنا وعلى قنواتنا في السوشيال ميديا. مصر الحمد لله في ظل كل دول العالم بسبب حرب روسيا واوكرانيا واقعه في مشاكل اقتصاديه. مصر الحمد لله ما عندهاش مشكله اقتصاديه. مصر الحمد لله مخزون القمح عندنا يكفينا وفايض. توشكا اللي كنتوا عمالين كانوا عمالين طالعين عمالين يقولوا الحكايه والروايه وبيزرع وبيعمل وبيسوي وده كلام اونطه وبتاع، هي دلوقتي اللي مغطيه مخزون القمح بتاعنا. الناس المواطنين نفسهم سواء في الصعيد او في بحري زرعوا قمح ومكفي اقتصادنا ومكفي هيكفينا ومكفينا ونصدر منه كمان. الغاز الحمد لله احنا بنصدر غاز، وعندنا اتفاقيه مع اسرائيل. هي اسرائيل بتعمل غاز مسيل، بنديها الغاز بتعمله مسيل وبترجعه لنا تاني. عندنا اتفاقيه ل10 سنين قادمه
مفيش حد في الدول العالم عامل كده. احنا ماشيين بخطى ثابته مع قياده عارفه هي بتعمل ايه. الحمد لله مصر لا بقى فيها مجاعه ولا هيبقى فيها مجاعه، ولا مصر هتنكسر، ولا مصر في يوم من الايام هتتذلل امريكا. قال لك امنع المعونه عن مصر. مش عايزين معونه من امريكا. احنا مش عايزين احنا اصلا مش عايزين امريكا نهائي. امريكا كانت بتدينا معونه عشان تعرف انواع السلاح بتاعنا ايه، عشان تخلي اسرائيل اقوى مننا. احنا دلوقتي مش محتاجين الكلام ده. احنا دلوقتي بقينا الحمد لله من الدول العظمى، ودي حاجه كل مصري يتشرف بيها. رسالتي النهارده زي ما قلت لكم البيت الكبير من قناه الهرم المصري نيوز، بقول لكم البيت الكبير، حافظوا على البيت الكبير، حافظوا على البيت الكبير اللي هو الام مصر، حافظوا على مصر. كلنا لازم نطلع كاعلاميين، لازم نطلع نعمل بث مباشر زي اللي انا بعمله ده على جرايدنا وعلى قنواتنا في السوشيال ميديا. وبشكركم جدا متابعين قناه الهرم المصري نيوز. ولنا لقاء اسبوعي كل اسبوع بامر الله، يتجدد اللقاء معكم بامر الله على خير وسلامه، ومصر في امن وسلامه طول ما احنا في رباط مع بعضنا، وفي ظل قيادتنا الحكيمه، وفي ظل جيشنا المحترم اللي هو بيدافع عننا، وشرطتنا اللي هي بتحمينا في الداخل، وجيشنا بيحمينا على الحدود. ربنا ينصرهم، وربنا بحق جاه النبي يحقق كل اماني المصريين بالنجاح والتوفيق لمصر. ودايما مصر في العالي، ودايما مصر هتفضل في العالي، ومش هنرجع تاني ابدا. احنا تقدمنا خطوات لقدام، مش هنرجع تاني ابدا لورا. وتحياتي ليكم، وتحيا مصر، تحيا مصر.